عندك عيش في البيت يبقى عندك الخير كله. برغيفين من العيش هنقطعهم بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، وهنعمل اكله هتكفي اسرتك كلها. لو حابه تشجعيني اعملي للفيديو دوت لايك كتير، ويلا مع بعض نبدا ونقول بسم الله. العيش البلدي اللي في البيت اظنه متوفر وموجود عندنا كلنا. هتجيبي رغيفين حلوين كده زي ما انت شايفه معايا، وهتبتدي ان انت تقصقصيه او تقطعيه. انا الحقيقه بستسهل وبقطع بالمقص عشان يطلع معايا كله بالشكل ده. بعد كده بتروحي بقى عندك طاسه كده على النار، فيها كوبايه من الميه المغليه، هتضيفي ملح وفلفل اسود، معلقه كبيره من الزيت، وهتجيبي قطعتين بس من صدور الفراخ. الطريقه ديت حلوه جدا جدا، خصوصا لو انت مثلا عايزه تعملي حشوه للبيتزا، عايزه مثلا تاكليها لوحدها. انا ساعات كتير اوقات بعملها كده بالطريقه ديت، واعمل معاها شويه مكرونه، بتبقى حلوه قوي. هتقلبيها تقلبتين، وتعالوا ندخل على الخطوه اللي بعد كده. كوبايه صغيره من الزبادي، فلفل اسود، كمان معايا كاري وكركم، معلقه صغيره ومعلقه صغيره، وكمان هضيف الملح. علشان اكلتك يبقى طعمها مميز وحلو جدا، تضيفي هنا رشه بسيطه من النعناع الجاف، وكوبايه من الحليب. هضيف عليهم كمان بضايه واحده بس، وكمان هننزل عليهم بشويه شبت متقطع كده، اخده الورق بس بدون العيدان، وكمان نص فلفلايه تكون سبايسي عشان تحلي الطعم. لو مش عايزاها سبايسي ممكن ما تضيفيهاش خالص. هتقلبي تقلبتين كل الخليط الحلو ده، وبعد كده نرجع للفراخ بتاعتنا. بتفضلي بقى سايباها على النار لحد لما تشرب كل الميه اللي فيها، وتدخل على مرحله التحمير. عايزه اقول لكم ان فعلا طريقه فوق الرائعه. بتاخدي بقى صدرين الفراخ دول او قطعتين من الصدور دي، وتبتدي ان انت تقطعيها على قد ما تقدري قطع صغيره. ممكن بالمناسبه نعمل الحشوه هنا مش فراخ خالص، يعني ممكن تعملي سجق مثلا، ممكن لو عندك لحمه مفرومه كده تقطعيها وتتبليها وتعملي بقى ميت بول، او اللي هي كور الكفته كده، بتبقى حلوه قوي فيها. اي حاجه عندك هتعمليها هتنفع. بعد كده بقى بروح للعيش بتاعنا اللي احنا قطعناه في الاول، وبضيف عليه الخليط كله، وابتدي ان انا اقلب العيش مع الخليط لحد لما يمتزج ويتشرب كله، بحيث ان العيش هنا عايزاه يبقى كله في الخليط، ما يبقاش عيش ناشف، انا عايزاه كله يبقى طري. بجيب صينيه عندي تكون حجمها متوسط، وبعمل لها طبقه من الزيت، واقسم كميه العيش ده على نصين. بضيف الاول طبقه من العيش، وبعدين اضيف الحشوه بتاعتنا اللي هي الفراخ. وممكن بالمناسبه هنا كمان تضيفوا مثلا جبن، تضيفوا زيتون، فلفل، اللي تحبوه ضيفوه. بعد كده بروح عامله طبقه تانية من العيش، وابتدي ان انا اضغط عليها كويس جدا. في الوقت دوت الفرن بتاعنا بيبقى شغال على درجه حراره 180، ولازم هنا الفرن بتاعنا يبقى ساخن كويس جدا علشان بقى يديها شكل حلو. بنعمل شويه جبنه موتزاريلا كده من فوق الوش، بتدي شكل حلو وطعم حلو كمان. تدخل الفرن على الرف الاوسط مده لا تقل عن 35 دقيقه، وهتطلع معاكي بالشكل ده. والله على الجمال والطعامه. كل اللي بطلبه منكم ان انتوا دلوقتي حالا تقولوا لي، لو انتوا مثلا تعملوا الاكله دي ممكن تاكلوا جنبها غير ان احنا مثلا ممكن ناكل معاها بطاطس محمره مثلا. انتوا بقى لو انتوا مكاني ممكن تاكلوا معاها مثلا طبق سلطه، طبق مخلل، بتنجان مسقعه. انا عايزه اعرف ارائكم، وعايزه اعرف كده انتوا بتفكروا زيي ولا انا كده خلصت فيديو النهارده. لو عجبكم المحتوى ده وشايفين ان هو هادف، ما تبخلوش عليا انكم تعملوا له لايك كتير وشير كتير. بحبكم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.